دولمة لبن كردية ذايبة ذوبان. خلونا نبلش. أول وأهم خطوة، إذا كنتوا حابين تستخدمون بصل استخدموا بصل أبيض. نفتحه بهذا الشكل، نطلع قلب البصلة راح ينفتح وياكم بكل سهولة. نسلق الورق عنب الجاهز. للحشوة راح نضيف رز مصري، بنت بصل ثوم لحم لبن ليمون وملح الليمون فلفل أسود وملح، ونخلط. وما ننسى أهم شي زيت الزيتون بكمية وفيرة. قاع الجدر راح نحط شوية زيت، نحط عليهم قطع اللحم اختياري وشرائح بطاطا وشوية باقلة، ونبلش بحشي البصل بهذا الشكل ونرصهم بالجدر. وراح نلف ورق العنب بطريقة الشنقة أو البقجة، ما أعرف شنو تسموها، بس بهذا الشكل الموضح بالفيديو. نسوي كل الكمية الموجودة عندنا ونرصها بالجدر. ماء الطبخ نضيف عليه شوية لبن، شوية ملح، شوية ليمون دوزي وشوية زيت زيتون، ونخلط. نحط الجدر على نار عالية لمدة 10 دقائق، بعدها نضيف المي ونحط أي شي ثقيل فوقه ونغطي الجدر. يبقى على نار متوسطة من ساعة ونص إلى ساعتين ويستوي عندنا ويذوب بهذا الشكل. احنا نقدمها بهذا الشكل ويا لبن وثوم. اتمنى تجربوها وانا متأكدة حتعجبكم.